السلام عليكم. تحية عطرة في البداية للمنبر ديالكم الإعلامي المتميز. نحن الآن في مسرح عبد الرحيم بوعبيد في إطار المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المحمدية. المناسبة هو التقاء الاتحاديين والاتحاديات ومعهم ساكنة المحمدية لفتح صفحة أخرى من صفحات التألق الاتحادي على مستوى هذه المدينة، وذلك من خلال هذا المؤتمر الذي تحضرونه مشكورين، وأنتم تنظرون إلى كثافة الحضور الذي يتابع أشغال هذا المؤتمر الذي افتتح أشغاله أخينا عضو المكتب السياسي عبد الحميد الجمهري، ومداخلة عضو المكتب السياسي رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب الأخ شهيد. والمحطة هي محطة لتجديد دماء التنظيم الاتحادي على المستوى ديال الإقليم من خلال انتخاب جهاز الكتابة الإقليمية الجديد الذي سيتولى مهمة تدبير وتسيير شؤون هذا الحزب على مستوى إقليم المحمدية. وهذه المحطة تعتبر محطة نعتبرها جميعا هي استمرار للحركة الشعبية الاتحادية على مستوى الشعب المغربي، ومن خلال الشعب المغربي فئاته الشعبية بكل مكوناتها على جميع المستويات سواء كانوا رجال أو نساء. الاتحاد الاشتراكي دائما على العهد بأنه سيبقى قوة سياسية شعارها هو الدفاع عن الطبقات المسحوقة، الطبقات الشعبية، والدفاع عن حقوق الشعب على جميع المستويات. وما هذا بعزيز على مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي الذين يحتضنهم ساكنة هذه المدينة والإقليم، ولن ينسوا أبدا البصمات ديال الاتحاد على هذا المستوى. وما هذه المعلمة الفنية مسرح عبد الرحيم بوعبيد ودار الثقافة إلا نموذج لما قام به الاتحاديون من بناء مؤسسات على مستوى البنية التحتية التي يحتاجها ساكنة مدينة المحمدية. أنا الذي أتكلم معكم الآن عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضو الكتابة الإقليمية سابقا، وكذلك عضو بالغرفة التجارة والصناعة والخدمات سابقا، ومناضل اتحادي ومن رموز هذا الحزب على مستوى الوطني وحتى على مستوى مدينة المحمدية.